تعالوا نفكر في أي شركة كبيرة بتبدأ بأبسط الوظائف زي الموظف العادي، وكل ما الموظف ده بيثبت نفسه وبيطور شغله بيترقى في المناصب لحد ما يبقى مدير أو مسؤول أو رئيس مجلس إدارة. كل مرحلة ليها مهامها وواجباتها، وكل ما بيترقى دوره بيتغير ومسؤولياته كمان بتكبر. هو ده إيه علاقته بالجيم؟ أنا هقول لك إيه علاقته بالجيم. لما بتبدأ تمرين في الجيم العضلة بتكون زي الموظف الجديد لسه تايهة، واللي هو صغيرة وضعيفة ومش عارفة وظيفتها كويس. مع أول تمرين بنبدأ نعلمها الشغل، يعني اللي هو شوية ضغط على شوية مقاومة، يعني بنديها أول تدريب وظيفي. مع استمرارك بقى في التمرين بشكل منتظم وبطريقة صح، العضلة دي بتبدأ تترقى. في الأول تتحسن وظيفتها الأساسية قوة التحمل، بعد شوية شكلها بيتغير، بيبقى أنشف يعني. وده اللي بنسميه مرحلة الترقية الوظيفية للعضلات، اللي هو كل ما بتمرنها أكتر وتديها تحديات جديدة زي إن أنت تزود أوزان أو تغير التمارين، العضلة دي بتكبر وبتتحمل أكتر وبتوصل لمرحلة الاحتراف. في النهاية العضلة دي بتوصل لمرحلة مدير مسؤول، يعني بتبقى قوية ومتناسقة وبتظهر بشكل يخليك فخور لأنها وصلت لأعلى مستوياتها. الخلاصة بقى إن أنت باختصار، زي ما كل موظف ناجح بيترقى بمجهوده، العضلات كمان بتترقى بمجهودك أنت في التمرين. الفرق الوحيد إن الموظف بياخد مرتب، لكن عضلاتك هي اللي بتديلك المرتب ده في شكل جسم قوي. شكلك بيبقى أحلى وصحتك كمان بتبقى أحسن. فكر في التمرين دايما كأنه رحلة ترقية لعضلاتك، وابدأ من النهاردة.